لو أنتِ بقى من الناس اللي زي حالاتي كده وزهقتِ من الأكل من أول شهر رمضان كده طواجن وصواني ومحاشي وعايزة تفصلي، يبقى الفيديو ده ليكِ. هنعمل النهارده مع بعض كده أكلة حرشة زي ما بيقولوا، حاجة كده تفتح النِفس، صينية مسقعة حلوة كده في الفرن ومعاها جرجير كده وشطة خضرا وخيار، وطبعًا العيش ده عملته معاكم قبل كده، وما تقلقيش سامعاكِ اللي بتقولي صينية المسقعة بتاخد إزازة زيت، لأ هنعمل النهارده صينية مسقعة حرفيًا مش هتاخد منِّك 6 معالق زيت بالضبط، وتطلّعي أحلى صينية مسقعة تعجبِك أوي، وكمان الناس بقى بتوع الدايت كده والأكل الصحي، الوصفة دي برضه هتعجبهم أوي. نسمي الله كده ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وتعالوا بقى نشوف صينية المسقعة دي عملناها إزاي. طبعًا هنا كمية البتنجان ترجع لِك، أنا كنت جايبة كيلو من البتنجان وقطّعته حلقات تكون متوسطة، مش عاوزاها رفيّعة أوي ولا سميكة أوي، وبرضه لو حابة تقشّريه خالص براحتك، بس ده بيبقى شكله حلو أوي في التقديم. أنا قطّعت البتنجان بتاعي حلقات متوسطة بالشكل ده كده، وحطيته في مصفى ورشّيت عليه ملح وسِبته كده حوالي نُص ساعة علشان ينزّل كل كمية المَيّة اللي زايدة فيه. وبرضه معايا كيلو من البطاطس قطّعته برضه حلقات متوسطة، مش عاوزاه رفيّعة أوي ولا سميكة أوي. وخضار بقى حامي على بارد فلفل قصدي آسفة، حامي على بارد، الموجود عندِك هاتيه واشتغلي بيه. أنا كان عندي كده كام قرن حامي على بارد استخدمتهم. التوفير فين بقى يا قمر؟ هتجيبي الصاج بتاعِك كده والبخاخ، بجد بخاخ الزيت ده اختراع، لو ما عندكيش بالفرشة كده وامسحي الصاج بتاعِك مسحة خفيفة من الزيت، ورصي البتنجان بتاعِك واحدة جنب واحدة بالشكل ده كده، وزي ما دهنتِ الصاج بدهنة خفيفة من الزيت، هتدهني برضه البتنجان بتاعِك كده بدهنة خفيفة من الزيت من على الوش. الفرن بتاعِك سخن، هتدخّليه على الرف اللي في النُص، هياخد معاكِ كده حوالي ربع ساعة لحد ما ياخد اللون الحلو من فوق ومن تحت. نفس اللي عملناه في البتنجان هنعمله في البطاطس. الصاج بتاعِك هتدهني دهنة زيت خفيفة كده، وهترصي البطاطس بتاعتِك واحدة جنب واحدة، وبرضه هتدهني البطاطس بتاعتِك من الوش برضه دهنة خفيفة كده من الزيت. الفلفل بقى أو الخضار اللي أنتِ مقطّعاه عندِك، أنا قُلت لِك أنا عملت فلفل حامي على بارد، أحمر بقى على أخضر الموجود عندِك، وبرضه نزلتِ بيه مع البطاطس، وهتدخّليه برضه فرن. الفرن درجة حرارة متوسطة، هياخد برضه معاكِ حوالي ربع ساعة لحد ما تطلع كده البطاطس واخدة لون حلو كده من فوق ومن تحت. على ما البطاطس بقى بتاعتنا كده والبتنجان يتشووا براحتهم أو يتحمّروا براحتهم، حوالي كده 3 معالق من الزيت، هترفعيهم على النار في الطاسة بتاعتِك، مجرد ما تسخنوا هتنزلي كده بمعلقة كبيرة من التوم المفروم الناعم، هتشوّحي بقى التوم ده كده لحد إيه ما ياخد اللون الدهبي الحلو، وكمان نزلتِ كده بقرنين 2 من الشطة الحامية، بجد بتدّي تطعيمة حلوة أوي، الأكلة دي بجد بتبقى عاوزة الحاجة الحامية، لو مش حاباها ممكن تستغني عنهم. البهارات بتاعتي ملح وفلفل وبابريكا وكزبرة وكمون، وكده إيه حوالي نُص معلقة كده من السكر علشان تعادل حموضة الطماطم بتاعتي، وهاقلّب بقى الكلام الحلو ده كده وهاسيب التسبيكة بتاعتي دي كده تتسبك. البتنجان بتاعي خرج بالشكل ده كده واخد لون جميل جدًا، والبطاطس برضه واخدة لون جميل جدًا. على فكرة أنتِ ممكن ترُشّي عليها كده شوية ملح وبهارات بطاطس وتاكليها على كده، والبتنجان برضه. بجد جميلة، طريقة حلوة وكمان موفّرة وصحّية كمان، تمام كده؟ طبعًا التسبيكة بتاعتنا اتسبّكت بقى، جيبي البايركس بتاعِك أو الطاجن أيًا كان أنتِ هتستخدمي إيه، وهترُصّي بقى هنعمل طبقة كده من البتنجان وعليها طبقة من البطاطس، وترُشّي كده شوية من التسبيكة بتاعتِك، وترجعي تكرّري نفس الطريقة لحد ما تخلّصي كل كمية البطاطس والبتنجان اللي موجودة عندِك. تمام، طبقة كده من البتنجان، عليها طبقة من البطاطس، وتنزلي عليها يعني معلقتين 3 كده من التسبيكة الحلوة بتاعتنا دي، وتفضلي بقى تكرّري الطريقة دي كده لحد ما تخلّصي كل الطبقات بتاعتِك. الفرن بتاعِك سخن، هتدخّليها كده على الرف اللي في النُص، درجة الحرارة بتاعتِك تكون متوسطة، مش هتاخد معاكِ كتير، طبعًا كل حاجة عندنا مستوية، والخضار بتاعنا برضه حطيته على الوش ونزلت بباقي كمية الصلصة بتاعتنا. هتدخل الفرن زي ما اتفقنا، هتاخد حوالي كده من 20 دقيقة ل30 دقيقة، وتطلع معاكِ بالشكل ده كده. قدّميها بقى زي ما أنتِ عاوزة، طبعًا الأكلة دي عاوزة كده جرجير وشطة حامية وخيار، وطبعًا العيش ده أنا عملته معاكم قبل كده، جميل جدًا هيعجبكم. مستنياكم بقى تكتبوا لي أنتم فعلًا زهقتوا من الأكل وعايزين تغيّروا زيي والّا لسه مكمّلين في الطواجن والصواني؟ ربنا يحسن ما بين إيدينا دايمًا جميعًا يا رب كده، ومستنياكم بقى تقولوا رأيكم في الكومنتات، وقبل أي حاجة ما ننساش نصلّي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.